مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي برنامج حديث الشارع. معكم محمود حسن مراسل البرنامج من محافظة سوهاج. شاب سوهاجي عمل مبادرة جميلة، وهب نفسه وعربيته زي ما حضراتكم شايفين عبر البث الحي لبرنامج حديث الشارع عشان يساعد مرضى محافظة سوهاج بالكامل. قرر يساعد بنفسه بعربيته زي ما حضراتكم شايفين عشان يقدر يقدم خدمة مساعدة للغير القادرين والمحتاجين والأسر الأكثر احتياج والأولى بالرعاية في محافظة سوهاج، عشان يوصلهم لمكان شفائهم. مستشفيات محافظة سوهاج من مراكزها للمحافظة والمدينة. خلينا نقرب عليه أكتر ونعرف المبادرة الجميلة اللي هو عاملها إيه بالظبط ونتعرف عليه أكتر. يمكن سمعنا صدفة أو في الكواليس حد كان كلمني إنك أنت عامل مبادرة جميلة خلال الفترة الأخيرة، وإنك أنت قررت تساعد مرضى محافظة سوهاج وتوصيلهم بالمجان لمستشفياتهم ومكان شفائهم. لأنك شفت حد كان قال لي إنك شفت موقف كان قدامك طفل صغير كان بينزف محدش لحقه، فأنت قررت تساعد من ساعة ما شفت الموقف ده. عرفنا بنفسك أكتر والمبادرة اللي أنت عاملها الجميلة الناس كلها حكت لي عنها. أهلا بيك. مساء الفل يا فندم. انا مواطن سوهاجي تامر ابو سهاد، اصلا من جهينه بس مقيم في مدينه طحطا. وحضرتك فعلا انا المبادره دي بادئ فيها بقالي 5 سنين، تمام، مش من النهارده يعني. وفعلا كان في حصل موقف قدامي في مستشفى طحطا، في طفل ولد صغير يعني كان عنده نزيف في المخ والكلام ده، وفعلا بسبب موضوع انه ما كانش اهله معاه ساعتها، تمام، اهله رافضين يودوه جامعه سوهاج. والطفل محترم لحضرتك، محترم ليك، عاوزين مستشفى محترم ليك قريبه، بالتالي ودوه مستشفى طحطا فعلا. والولد عملوا اسعافات اوليه وكل حاجه وتمام. بس الولد للاسف هم في الاول كانوا عاوزين دكتور مخ واعصاب عشان كانت الحاله متاخره بالليل، وفعلا الولد توفى بعد ما عملوا اسعافات اوليه وقت اكبر. بس لو في فعلا عربيه معاهم كان الموضوع ممكن يتلحق يعني. وانا فعلا من بعد الموضوع ده ما شفته حسيت ان الطفل ده ابني يعني بالظبط. وفعلا بجد انا المبادره دي بدأها مع نفسي، وفي شباب معايا من محافظه سوهاج، وانا فعلا بجد الموضوع ده شغال فيه مع نفسي بقالي فتره وبنشاطه كل شويه. وخاصه مش موضوع الاصابات بس او مثلا طفل مريض او كذا، اخواننا برضو الناس اللي هي بتغسل كلى في معهد الاورام في سوهاج، او اخواننا برضو اللي بيغسلوا كلى في مستشفى طحطا او مستشفى جينا، انا تحت امرهم في اي لحظه. لو في اي حد محتاج عربيتي في اي لحظه، حتى انا لو مش موجود انا بتصل معايا سواق بياخد العربيه يطلع يوصل الحاله مجاني ويرجع بيها تاني. واحنا في الاول وفي الاخر مع احترامي ليك بنقف جنب بعضينا، والمثل بيقول لك ما نقص مال من صدقه. مع احترامي ليك. النهارده في تواصلي معاك في اكتر من تليفون، النهارده كنت بتقول انك انت بالفعل مسافر النهارده القاهره مش محافظه. حصل فعلا بالظبط. انا همشي النهارده ان شاء الله، همشي النهارده في حاله مظبطه معايا مع احترامي ليك لمؤاخذه الكلمه. منسقه واحد تبعي من اسيوط، راجل محترم من اسيوط منسق معايا تبعي برضو في المجموعه بتاعتي، تمام. فالحاله الدور جه علي انا، فانا قلت له معايا شغل والكلام ده خد العربيه، فقال لي لا لازم تمشي انت عشان معناش سواق. فان شاء الله باذن الله لو ما مشيتش انا مع الحاله هبعت عربيتي بسواق معايا ان شاء الله باذن الله. يعني انت المبادره دي مش عاملها لوحدك، انت لا بتساعد لا يا فندم، في ناس، في شباب محترمه جدا عامله المبادره معايا، داخله معايا مع احترام ليك. وانا شخصيا بما يرضي الله انت عملت كذا محاوله معايا عشان اطلع بس مباشر، بس انا اصلا مش والله ما كنتش حابب الموضوع ده اطلع بس مباشر. انا فاهم معترف طبعا عشان غيرك يشوف طبعا بالفعل في ناس محترمه كتير. وانا كلمتني ناس النهارده من جرجا او من البليانه من بعد الموضوع مع احترامي ليك ما نزلته على النت. في ناس كلمتني من جرجا والبليانه، شباب متطوع برضه ممكن مستعد يجي بعربيته كذا واحد. وكلمني واحد من القاهره بالفعل مع احترامي ليك من الحدائق القبه، تمام، وقال لي فيش مشكله عادي ممكن اعمل الموضوع ده انا معاك. ولو في اي حاله حتى في الصعيد جايه مستشفى 57 53 مفيش مشكله انا اجي لك. ويا ريت انا بناشد الشباب المحترمه طحطا وارياف، بص الصعيد كله في شباب محترمه كتير ممكن تفعل خير مع احترامي ليك. ومفيش اي مشكله ان اي حد يشوف المبادره دي يشارك فيها، حتى لو مع احترامي ليك، حتى لو مش معاه عربيه ولا هو مش سواق، ممكن بالدعوه، ممكن بان هو ننشر مقطع الفيديو على نطاق واسع شويه، مفيش اي مشكله. وانا معاك تحت امرك في اي لحظه واحترامي ليك. كنت بتقول لي في خلال اتصال تليفوني ان في
في حد معاه سياره ميكروباص بيحاول برضه يساعدك تمام فعلا بالفعل في حد طبعا في حد من جهينه معاه عربيتين اسمه الاستاذ محمد مع احترامي ليك، وموجود فعلا بالفعل شغال في مرور جهينه موجود بالفعل، وقال لي في اي لحظه مع احترامي يرن عليا العربيه موجوده، وبالفعل النهارده اكدت عليه، اعطاني رقمين التليفون واعطاني رقم السواق برضه، وقال لي مفيش مشكله تحت امرك في اي لحظه. ويا ريت انا المبادره دي فعلا بما يرضي الله عاوزينها تتعمم جامد، لان في عبء اللي هو اولا احنا بنعمل صدقه جاريه مع احترامي ليك او تجاره مع الله، تجاره مع ربنا مع احترامي ليك، والتجاره مع ربنا عمرها ما بتخسر. النقطه الثانيه مع احترامي ليك دي رقم 2، احنا برضو بنشيل العبء شويه من على الدوله. ازاي نشيل العبء شويه؟ موضوع مرفق الاسعاف مع احترامي ليك او الدكاتره والكلام ده النهارده مع طريق الاسعاف خالص 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 بطريقه عبيطه، وخاصه مستشفى طحطا عليها عبء اقدر اقول لك اكتر من جامعه سوهاج. الله ينور. تمام في داخل سوهاج مع احترامي ليك، وخصوصا مركز جهينه، مركز طيمه، مركز المراغه، مركز طحطا او ارياف طحطا مع طريق او جسم طحطا بندر طحطا يعني. شايف ازاي كشاب سوهاجي بيقدم مبادره كويسه للناس بيساعدهم مرضى الفشل الكلوي الكانسر كده، شايف تفاعل الناس معاك ازاي، وخاصه المرضى اللي انت يمكن شفت معاهم مواقف بالفعل؟ والله هقول لحضرتك انا وديت كذا حاله، ومن ضمنهم ناس قالوا لي احنا عايزين نطلع بس مباشر معاكم نشكروك، انا رفضت الموضوع ده مع احترامي ليك، قالوا لي احنا هنطلع بس مباشر نشكروك، قلت لهم انا رفضت القصه دي. والله هو القصه كلها حد عرض عليا ومن ضمنهم حضرتك قال لي احنا عاوزين نطلع البث عشان الناس تتعظ مع طريق، ولعل وعسى بدل ما عربيتين 3 يبقوا 5 يبقوا 10 تبقى الموضوع سهل جدا مع احترامي ليك. النقطه الثانيه مريض الفشل الكلوي او الراجل بيغسل كلى مع احترامي ليك كفايه عليه مرضه، احنا نقف جنبه مع احترامي ليك. ثانيا احنا مع احترامي ليك كشباب لمؤاخذه كلمه، تلاقي الواحد ممكن معاه العربيه مع احترامي ليك ممكن يروح مشوار ملوش عايزه، ممكن يروح عشان يقعد على كافتيريا، ممكن يمشي مئات الاكيال مع طريق عشان يقعد على كافتيريا ويسهر سهره مع طريق مع اصحابه، فما فيش مشكله عادي. ايه المشكله لو احنا عملنا زي جروب مع احترامي ليك في مجموعه عربيات، ولو حد محتاج حاجه، ومعلومه لحضرتك برضه انا برضه مستعد، غير موضوع ان انا انقل من المستشفى، لو في مريض في بيته بالليل جاته غيبوبه سكر، جاته اي حاجه، طفل وقع من فوق وما فيش حد معاه رقم الاسعاف او ما تواصل وما حدش تواصل معاه، انا بروح بالتليفون مع احترامي ليك ارقام تليفوناتي، اروح ما فيش مشكله تحت امرك، يرن عليا وانا اروح اخده. ولو في حد برضه مع احترام لحضرتك بياخد ان ابهاتنا الكبار في السن او الناس اللي هم السن الكبير مع طريق اللي هم بياخدوا تكافل وكرامه او مع احترامي ليك المعاش البسيط، تمام، لو رن عليا تحت امرك اروح اوديه مفيش مشكله عادي جدا. ويا ريت انا ممكن لو في بدل ما في حاله مثلا في قريه، ممكن لو 5 حالات او 4 حالات العربيه ممكن تشيل 6 حالات، اودي 6 حالات لو هم بيقبضوا مثلا مع احترامي ليك تكافل وكرامه من اي بوسطه او مكتب بريد او بنك، اوديهم وارجعهم تاني مفيش اي مشكله. وارقام تليفوناتي معروفه وانا كتبتها على النت مع احترامي ليك 010 39 65 1 65 011 513 57 443 012 297 80 256. ثانيا انا عاوز اوضح نقطه صغيره قبل ما حد مع احترامي ليك بنقفل، بس استاذن حضرتك يا ريت يا ريت يا ريت احنا عاوزين الموضوع ده ندعمه، تمام، عشان نقف جنب بعضينا. لما في طحطا هنا الناس تعرف ان في حد مريض وفي عربيه ممكن غير الاسعاف جاهزه ممكن تتصل بيها في اي وقت يوصل الحاله، هتلاقي الموضوع سهل، وفي ناس كتير هترحب، وفي ناس كتير مرحبه بالفكره، وفكره جميله. اقول لك في ناس من القاهره كلمتني وناس من اسكندريه، وان شاء الله عشمانين في ربنا ان نقف جنب بعض، وربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما نقص مال من صدقه. شكرا يا فندم. متابعينا الكرام يمكن شفنا تفاصيل المبادرة بالكامل من الأستاذ تامر شاب السوهاجي، يمكن هو وهب نفسه زي ما حضراتكم شفتوا عربيته الجميلة دي لمساعدة مرضى الكانسر ومرضى الفشل الكلوي، المرضى الناس اللي هم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة سوهاج، طيمة، طحطا، جنة، من أي مركز. هو النهاردة بيقول لي أنا مسافر القاهرة النهاردة برضو مساعدة حد من المرضى هنا في محافظة سوهاج، هيوصلوا القاهرة مش سوهاج بس. تامر شاب قصد خير، وهب نفسه عربيته للخير لوجه الله. ادعوا له ربنا يوفقه، واللي حابب يساعد برضه بعربيته او اي حد، احنا بنساعد الدولة، بنساعد مرفق الاسعاف. هو قال ان احنا محافظة سوهاج فيها ضغط شوية على مرفق الاسعاف، لا انا هساعد بعربيتي حتى في نص الليل. متابعينا الكرام شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم من هنا محافظ سوهاج محمود حسن، الى اللقاء.